هوبا هوبا هوبا. محمود حودة، طب ما تعيطش يا حبيبي. عارفين يا جماعه مفهوم الكليك بيت؟ اللي هو لما بتشوف صوره مثلا على اليوتيوب، اللي هو مثلا صوره سيدني سويني مثلا وهي كده، فتحس ان انت عايز تدخل تشوف الفيديو ده عامل ازاي، لان انت عايز تشوف الصوره دي جوه الفيديو. بعد كده بتكتشف ان الفيديو كله اونطه في اونطه، وانت يعني كلت الاونطه، وان الفيديو ده ما فيهوش اي صوره خالص، او ما فيهوش اي فيديو خالص للحاجه اللي انت شفتها من الاول دي. عامه قشطه، انا بيضحك عليا يعني، وبدخل اشوف الفيديوهات دي عادي، مفيش مشاكل يعني. انا بقى في واحد عمل معايا الموضوع ده في الحقيقه، لا مش قصدي يعني ان هو يعني خليني ادخل اشوف صوره سيدني سويني يعني في الحقيقه، لا يا ريت يعني ما عملش معايا كده، بس الرمزيات شويه شبه اللي حصل معايا يعني. وهقول لكم ازاي. انا من حوالي يعني 8 9 سنين كده ولا حاجه كنت سايب الشغل، وكانت الحياه بالنسبه لي ما كانتش احسن حاجه يعني، كانت الحياه صعبه قوي يعني. وكان عندي واحد صاحبي هنقول ان هو اسمه اتش في القصه، نقول ان هو اسمه اتش يعني عشان مش هينفع اقول اسمه. اتش ده كان شغال في واحده من اكبر محطات الاذاعه، ولتكون الاكبر في مصر يعني، وكان شغال على الميكسر اللي هو اللي بيشغل الاغاني وبيطلع بقى فاصل، وبيبقى في دايركت كونتاكت دايما مع مذيع الراديو، اللي هي كانت وظيفه احلامي. انا كان نفسي اطلع مذيع في الراديو. المهم زي ما قلت لكم، انا كنت عايش حياه يعني الدنيا ما فيش، انا ما فيش معايا في جيبي 100 جنيه على بعض، بدور على شغل، مصاحب واحده من التجمع، ويعني الحياه صعبه قوي يعني. المهم انا كنت في يوم مع صاحبتي في التجمع، ما فيش في جيبي غير حق الميكروباص اللي انا هروح بيه، وحق كوبايه الشاي بتاعتها، لان انا كنت هخمس معاها في كوبايه الشاي لما هي تروح الحمام، اقوم واخد شفطتين يعني. لقيت التليفون بتاعي بيرن، واتش ده بيتصل بيا. ايه يا معلم انت فين؟ قلت له انا في التجمع. قال لي ايه يعني انت مش في اكتوبر؟ قلت له لا انا في قول لي ايه خير؟ فقال لي انت عارف ان انا بسيب الشغل صح؟ قلت له اه، وانا قلت لك يعني اعمل لي اي ريكومنديشن كده اللي هو زقني، بس انا عايز بس ادخل يا عم ان شاء الله، حتى يعني لو هشتغل مكانك وبعد كده ربنا يكرم يعني، شوف الدنيا عامله ازاي. قال لي ايوه ما انا بكلمك بخصوص الموضوع ده يعني، انا قدمت استقالتي خلاص وعملت لك ريكومنديشن، وانا بس انا محتاج اتكلم معاك في الموضوع ده ضروري يعني، فينفع تيجي؟ قلت له يعني قال لي قدامك قد ايه؟ قلت له قدامي بتاع يعني ساعه ونص. قال لي طيب كويس قوي، عشان خاطر برضو مديري جاي وهنقعد نتكلم في الموضوع ده، ونقعد نتكلم ايه في الشغل ده. قلت له حلو قوي، انا الساعه يعني اقل من ساعه ونص بالظبط اكون عندك. قال لي يلا ماشي تمام مستنيك، متاخرش سلام. قلت لها بس معلش انا يعني انا لازم امشي دلوقتي عشان خاطر حصل 1 2 3، ويعني زي ما انت سامعه كده. قالت لي حبيبي ده حلمك طبعا، روح يلا. قلت لها طب ماشي خلاص، يلا عايز حاجه؟ مع السلامه. وطرت على اكتوبر. طبعا انا في الطريق راكب الميكروباص، وقاعد بقى عمال بتخيل بقى ان انا دخلت القناه الاذاعيه دي، والناس شافتني وعلى الميكسر، بعد كده قالوا لي مش عارف ايه، ففي مذيع غاب فانا عملت مكانه البرنامج. وبقول بقى كنت معاكم انا محمود النجار في اجمد واحده الساعه 1. ما تنسوش تكلمونا على 38335 او ابعتوا لنا الاس ام اس على 1556. دلوقتي هنسمع اغنيه جنات حبيبي على نيته، نروح نسمعها ونرجع لبعض تاني. وقاعد بقى عمال بتخيل بقى، وازاي هعمل الصوت الاذاعي، وازاي ههزر مع المتابعين، وازاي الموضوع سرح مني على الاخر. المهم وصلت الحصري، لقيت صاحبي ده قاعد، رحنا قعدنا في قهوه، يا دوبك القهوه اللي انا هقدر افورد ان انا اقعد عليها، اشرب كوبايه شاي، اشرب كوبايه قهوه، ويا دوبك حق الفلوس اللي انا اروح بيها البيت. قعدت قلت له والله انا مش عارف اقول لك ايه يعني، انا الدنيا بالنسبه لي صعبه والله العظيم يعني. اتش انا مش عايز اقول لك انا في جيبي كام، انا الدنيا بالنسبه لي يعني انت نزلت لي من السماء والحمد لله يعني، انا مش عارف اقول لك. قال لي يا ابني ما تقولش كده، احنا اخوات. قلت له ايوه طب فهمني بقى ايه الدنيا واعمل ايه وايه الموضوع. ليه يا عم الدنيا سهله خالص، ده هو شويه حاجات بتقعد ترفع وتنزل وبتاع، وتقول له نطلع فاصل دلوقتي ومعانا اغنيه والكلام ده كله، بتحضر الاغاني وخلاص يعني. المهم هو اتكلم على الموضوع ده مثلا بتاع 3 دقايق. قال لي بس انا مش عايزك بقى نتكلم في ده، انا عايز اكلمك في البيزنس بقى، عايز اكلمك في البيزنس بجد. قلت له قال لي بيزنس الفلوس بقى يعني ماشي، دي شغلانه يا عم بناكل منها عيش يعني وكده، بس انا بقى عايز اكلمك في البيزنس اللي بجد. فقلت له طب يعني ايه البيزنس؟ قال لي هو بس مديري جاي هنقعد نتكلم بقى في الموضوع ده. ماشي خلاص مفيش مشكله. المهم واحنا بنتكلم دخل مديره، احنا في الوقت ده احنا كنا في العشرينات. دخل مديره ده شاب شويه، مثلا نقول ان هو ايه ميد 30 في نص الثلاثينات، لابس بليزر وقميص، حاطط في ايده الموبايل، السماعات، علبه السجاير، ريموت التلفزيون، اي حاجه بقى، اي حاجه تقدر تمسكها في اي ديفايس تقدر تمسكه في ايدك، ما كانش لسه ساعتها طلع الايكوس يعني. ومعلق في ايده هنا كده ايه مفاتيح العربيه، مفاتيح البيت، مفاتيح الكلب، تحس ان هو في بواب داخل عليك. اول ما دخل فسلم، قال ازيك يا اتش عامل ايه؟ قال له محمود النجار. فمسلم ازيك يا محمود عامل ايه؟ ومره واحده اوت اوف نور قال هو معلش بس هو احنا هنقعد هنا؟ هنقعد هنا عادي، ايه المشكله يا عم؟ هو انا مقعدك على حجري، وانا مقعدك في اخر كنبه في الميكروباص عادي، ما نقعد هنا ايه المشكله؟ فقلت له ايه المشكله؟ لا بس ثانيه معلش بس بجد، هو واحنا نقعد هنا؟ فقلت يعني ده مديره في الشغل، فيمكن بقى ايه فنان، انا عارف ان هو يعني ما بيحتاج بقى مساحه خاصه، اصل مش عارف اقعد اتكلم هنا. هو دايما الاستوديوهات بتبقى معزوله الصوت وبتاع، فهو يمكن الحاجات اللي بتدور حواليه دوشه، مش عارف يتكلم في الدوشه. فتمام. قال لا خلاص يلا بينا نقوم، انا عارف مكان قريب من هنا. لا راح ودانا في كافيه كده، كانت بتنزلوا بسلمتين كده تحت الارض، مغاره كده غريبه كده في الحصر يعني. فقلت يمكن ده هو الفنانين بترتاح هنا، ما مديره هنقول ايه، ده هيبقى مدير انا كمان في الشغل كمان شويه. فنزلت. المهم مديره ده عامل ازاي؟ قاعد طول
الوقت مسحول جدا على التليفون وعمال يبعت فويس نوتس ومش عارف ايه، وعمال يتشيك ايميلات ويضرب اخماس في اسداس ويقول للناس يا جماعه انتوا فين؟ احنا متاخرين جدا، يلا بينا عايزين نبتدي. فاللي هو ايه ده؟ هو انا وصلت التريننج بسرعه كده؟ هو طب ما تعمل معايا انترفيو الاول عشان خاطر ما يقولوش مكوسينها، يعني داخل عشان خاطر واحد صاحبي. المهم قعدنا وهو ما بيتكلمش خالص، هو كلامه قليل قوي، لحد ما في 3 دخلوا. ال3 دول واحد فيهم لابس تيشيرت كده معفن رديء قوي، يعني مرسوم عليه بقى شويه رسومات كتير والوان كتير وحاجات غريبه. واحد تاني لابس قميص كاروهات، وواحد تالت ما غسلش شعره مثلا من 4-5 سنين. دخلوا قعدوا ازيكم الاخبار وقاموا قاعدين معانا على نفس الترابيزه. قام مطلع ورقه وابتدى كلامه بهذا الشكل، قال لنا مين يا جماعه ما بيحبش يشتري لبس؟ انت مثلا. وقام مشاور عليا. ايه؟ قال لي انت بتشتري لبس بكام؟ قلت له يعني والله هو حاليا انا ما اقدرش اشتري، مش عارف اشتري حظاظه اصلا يعني، بس هو لا يعني قال يعني فكروا كده، لما تيجوا تشتروا لبس بتشتروا مثلا الطقم بكام؟ يعني لو تروح دلوقتي تشتري طقم من مول هتدفع فيه اقل حاجه كام؟ 1000 جنيه. فاتش صاحبي عمال له ايه بس من غير الكوتش؟ قالوا بالظبط من غير الكوتش. اللي انا بقول لكم عليه ان انتوا هتدفعوا 600 جنيه وهتاخدوا 6 قطع، وتقدر ان انت تعوض ال 600 جنيه دي مرتين 3 عن طريق ان انت تجيب حد تحتيك يشتري لبس ب 600 جنيه وتجيب حد تاني يشتري برضه لبس ب 600 جنيه. انت اول ما هتجيب الاثنين دول ده وهتجيب ده، هما الاثنين لو جابوا 2 تحتيهم وابتدى بقى يشرح البيراميد سكيم. البيراميد سكيم دي اللي هي نفس القصه بتاعت اللي هو ايه، حد هيجيب حد 2 تحتيه ويعملوا ثريسم، فيقوم داخل جيب حد بقى 2 تحتيهم ويعملوا مش عارف جنج بنج، اللي هي القصه المعروفه بقى بتاعت ايه اللي هو من الاخر كده انا عايز منك فلوس دلوقتي. فابتدى يشرح الموضوع ده، وانا اللي هو انا حسيت ان انا اتخدعت في اللحظه دي. في الوقت ده انا كنت بتكسف جدا، يعني اللي هو انا لو حصل معايا الموضوع دلوقتي ممكن فاهم اقوم قايم مثلا مشخر وقايم وقايل لهم ايه القعده الخرا ودي وبتاع واتكل على الله. زي ما انا كنت بتكسف قوي وخايف على احساس صاحبي ده. فقلت له معلش بس انا استاذنكم هدخل الحمام. دخلت الحمام، اتصل بمين يخرجني من الورطه دي؟ اتصلت باحمد اخويا. قلت له يا احمد معلش 3 دقايق بالظبط يا احمد، واتصل بيا قول لي ان في حوار حصل، في مصيبه حصلت عشان انا قاعد في قعده ولازم اخلع منها دلوقتي حاجه. قال لي اقول لك ايه يعني؟ قلت له يا عم قول لي اي حاجه. قال لي تمام. المهم خرجت، قعدت 3 دقايق عدوا، 5 دقايق عدوا، وبرده الراجل ده قاعد عمال ايه يشرح برده، وهنجيب 2 ونحط اليمين في الشمال ونعمل بقى قطر كلنا بقى كده مع بعض ونحط ايه لا مؤاخذه الحاجات في بعض. واللي هم فين يا احمد الكلب ما تتصل. احمد اتصل بيا، رديت على التليفون قلت له الو. فقال لي ايه عامل ايه؟ فقال لي اديك في السقف اتمحر. وعملوا لي خبر امتى ده حصل؟ لا اديك في الارض اتفحر. يا نهار ابيض، طب ما ده امتى الكلام ده؟ ارزع. قلت له لا طب خلاص لا انا هاجي لك اشوف الموضوع ده. طيب يلا سلام. وقمت قافل. قلت له معلش يا جماعه انا اسف جدا، انا لازم اتحرك دلوقتي حالا عشان خاطر حصلت عندنا حاله تفحير في الارض ولازم اروح امحر دلوقتي حالا. انا اسف في حاله وفاه لازم اتكل على الله دلوقتي. فمدير اتش ده عمال يقول له ثانيه واحده، هو معلش هو ايه؟ قلت له لا هو في حاله وفاه حصلت عندي انا لازم امشي. فمالي حاله وفاه؟ قلت له فبيقول له اتش هو؟ قلت له لا هو مفيش اتشات، انا لازم امشي دلوقتي حالا. فعمل ازاي يعني البقاء لله. فواضح ان هو تقريبا الحركه دي حصلت معاه قبل كده، ان هو ما كانش بيتفاجئ جدا وما كانش فيه اي نوع من انواع التعاطف خالص، يعني هو واضح ان هو اتعامل معاه الموضوع ده قبل كده يعني. فقلت لهم طيب يا جماعه استاذنكم انا اتكل على الله. فقبل ما امشي يا دوبك انا خدت خطوتين، فقام مايل على اتش ده قال له اتش هو اسمه محمود لو خدت حاجه ما تنساش تحاسب عليها. قلت له لا انا ما خدتش حاجه، معيش اصلا فلوس اخد حاجه اصلا. وقمت مروح على البيت. طبعا صاحبتي عماله تتصل بيا عايز تطمن انا عملت ايه. طبعا انا ما بردش عليها، ان انا اولا انا مكسوف، ثانيا انا متضايق جدا من الموقف اللي حصل لي. حسيت ان انا اكلت الاونطه والاونطه ما اتهضمتش، الاونطه واقفه لي هنا. روحت البيت، اتش صاحبي ده اتصل بيا قال لي يا معلم عامل ايه الاخبار؟ البقاء لله. قلت له هو عامه هو اكيد طبعا البقاء لله في علاقتنا يعني، لان اصلا انت عبيط يا اسطى. انا عمال بقول لك انا قاعد من الشغل وما عنديش شغل وما فيش شغل، تقول لي ادفع 600 جنيه وتاخد بيهم 6 قطع لبس وتجيب 2 تحتيك وتجيب 2 فوقيك. يا ابني انت عبيط يا ابني. لبس ايه يا اسطى؟ انا الكلوت بتاعي مخرم، الكلوت بتاعي كانه خارج من محمد محمود في 25 يناير. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ 600 جنيه يا معلم. بقول لك انا مروح بالعافيه. المهم دي كانت اخر مره اتكلم فيها الشخص اللي اسمه اتش ده، وهو بقى ايه اتسحل في القصه دي مع حاله بقى بعد كده، يعني ايه ربنا يسهله ويصلح له الحال ويصلح لنا الحال جميعا. وده اللي خلاني افكر في موضوع حلقه النهارده، وهو الناس اللي بتاكلك الاونطه. يعني في مثلا صاحبك اللي انت ما تعرفش عنه اي حاجه من اخر امتحان تربيه وطنيه في سنه 3 ابتدائي، ما تعرفش هو جاب رقمك منين، بس هو بيتصل بيك ودايما بينادي لك بالاسم اللي انت كنت بتبدا بيه في الفصل زمان في ابتدائي. يعني يقول لك ايه الو عامل ايه؟ انا قلت احمد محمد عطيه هو اللي جه في بالي فلازم اكلمه. عامل ايه؟ والله العظيم 3 الفصل بتاعنا ما جابش غير احمد محمد عطيه. بقول لك يا احمد انا عندي شغل ليك في بيزنس كده محتاجك فيه. انا شايف ان انت محتاج بريسلت
باور بالانس وسلسله باور بالانس. ده بقى هيرجع بقى ايه؟ ده هيرجع لك الطاقه بتاعتك بتاعت زمان. فاكر الطاقه بتاعت احمد محمد عطيه بتاعت الفسحه وبتاعت حصه الالعاب؟ هيرجعك كده تاني زي الاول، هيخليك اغنى واحد اسمه احمد محمد عطيه. كل الموضوع اللي انت هتجيب 2 تحتيك، والاتنين دول يجيبوا 2 تحتيهم، يحط واحد على اليمين ويحط واحد على الشمال. اللي يروح على اليمين ما ينفعش يروح على الشمال، لان احنا ما بنلعبش انفيرتد فول باك، فاهم؟ لازم اللي يجي على اليمين يروح على اليمين، ويجي على الشمال يروح عند الشمال. وهي بتبقى زي شجره كده، وبتبتدي برضو تعرف ان هو ايه، هو بياكلك الاونطه. وبرضو نفس كونسبت الجانج بانج والثريسم وبتاع، هنجيب 2 تحتيك ونعمل فاهم فيلم ان شاء الله سوا يعني. في برضو البنت اللي بتاكلك الاونطه، اللي هو انا مش فاهمه هو ايه الصعب يعني في دبلتين وعلبه جاتوه، وانت اصلا معكش حق علبه السجاير، بس بتجمع حق علبه الجاتوه وبتروح بعد كده بتكتشف ان لا، هما مش دبلتين وعلبه جاتوه. انت في عندك ذهب، في عندك مهر، في عندك شبكه، في عندك شقه، في عندك توظيف، في عندك اجهزه، في عندك مؤخر، في عندك مقدم، في خط وسط، في البيلد ابين بيطلعوا مع عيد ميلاد ماما. فانت اول ما تستلم الهديه تقدر بقى تقوم موصلها لي عشان خاطر احضر خطوبه بنت عمي، وانا مش اقل من بنت عمي في حاجه. في بقى اونطه الكوربريت بقى، دي حاجه جميله قوي. يقعد يوهمك ويقول لك يا ابني انت ابن الشركه، انت يعني اشتغل بس بيوند وركينج اورز بتاعتك، اشتغل اوفر تايم، اشتغل في الويك اند بتاعتك، اشتغل بعد ما تروح، وده هيخليك تترقى. وده طبعا ما بيخليكش تترقى ولا اي حاجه. او مثلا يقعد يقول لك ايه، احنا هنا وان فاميلي، احنا هنا عيله، وبعد كده بتكتشف ان هم عيله وسخه يعني زي عيله سكسيشن، كله في كله. اللي حد بيطوله بيحطوه له الورنينج على الترابيزه بتاعته على طول على المكتب كده، تلاقي الورنينج جميل ومنور قد كده. او مثلا الموضه الجديده بتاعه التداول، ناس عايزه تاكلك الاونط، تلاقي واحد جايب عربيه فيراري وبتاع، يقول لك عايز عربيه زي دي، عايز لايف ستايل زي اللي انا فيه، عايز حياه وعيشه في دبي زي اللي انا عايشها دي، عايز بدله ضيقه زي اللي انا لابسها دي، انا هخليك تبقى مليونير وهعلمك التداول. في عمله جديده طالعه اسمها الزيب كوين. عمله الزيب كوين دي، عارف الزيب لاين اللي هو بيوصلك من مكان لمكان؟ ده هيوصلك من الفقر للغنى على طول. كل اللي عليك ان انت هتشتري العمله دي وتلاقي نفسك مره واحده هوبا هناك خسرت كل فلوسك. الريلز بقى والانفلونسرز هم اكتر ناس عايزه تاكلك الاونطه على الفاضي. يعني يقول لك جماعه انتوا مش هتصدقوا الصينيه دي انا جبتها بكام. اولا احنا فعلا مش هنصدق لان انت بتقوله ده كذب، لان الصينيه دي هي نازله لك انت لكن مش هتنزل لي انا، والسعر اللي انت بتقوله ده بنروح بنلاقي سعر تاني خالص، فما تاكلنيش الاونطه يا معلم. جايز سيريسلي في ناس كتير قوي سالتني على البات روتين بتاعي. اولا ما حدش سالك على البات روتين، ثانيا هم شافوا البات فين عشان خاطر يسالوك على البات روتين. ده برضه سؤال محتاجين ان احنا نجاوب عليه جدا. فما تاكلناش الاونطه عشان خاطر تبيعي المنتج بتاعك ده وتقولي ان حد سال على حاجه. ما حدش سال. جماعه دي مش روما ولا باريس، احنا عارفين دي مش روما ولا باريس، احنا عارفين. جماعه دهب 4 ايام 3 ليالي ب 500 جنيه. ما فيش طبعا الاسعار دي. الحاله الوحيده اللي انت كنت رحتي دهب 5 ايام 4 ليالي ب 500 جنيه ان يعني كان في حاجه، يعني كان في واحد اتعمل في دهب، كان في علاقه شخصيه في دهب. فما فيش حد بيطلع يدفع المبلغ ده الا لو كان مفيش. في برضه السواق اللي هو بياكلك الاونطه، اللي هو السواقين دايما شايفيننا، سواقين الميكروباصات دايما شايفيننا احنا كبني ادمين، او مش شايفنا بني ادم، هو شايفنا كوينز. هو بيبقى عامل زي صاب واي كده، هو عمال بيروح للناس عشان خاطر ياخدك ككوين. حتى لو اللي قدامه ده ممكن يكون كائن فضائي، هو مش شايفه كائن فضائي، هو السيجارتين اللي ضاربهم عامينه مش شايف، هو شايف ده كوينز، انا شايف ده فلوس هتدخل هنا في جيبي. فتلاقي الكائن الفضائي يساله بقول لك ايه معلش بس والنبي يا اسطى اروح الزهره منين؟ يقول له اركب معايا وغير من موقف السلام. يعني حضرتك متاكد ان هو في موقف السلام في عربيات بتروح في عربيات يا صاحبي بتروح في كل حته، في عربيات بتروح الزهراء وبتروح كل حته. طبعا برضو الناس اللي بتاكلك الاونطه في الشارع بتوع البروموشنز، اللي هو ادفع 25 جنيه وهتكسب حاجه وخربش الكارت وان شاء الله هتكسب، ادفع 100 جنيه وهتدخل سحب على مايكرويف، ادفع مش عارف 50 جنيه وتدخل سحب على جي كلاس. طبعا كل الكلام ده اونطه، مفيش الكلام ده خالص يعني. في بقى ناس بتاكلنا الاونطه بس احنا بنبقى حابين الموضوع قوي. يعني مثلا لعيب الكوره اللي بيبقى مفهمك ان هو ابن النادي ومولود في المدرج، يجيب جون فتلاقيه فاهم مش شعار واخد الشعار بتاع النادي بتاعك في رنشايه، تقول ايه ده ما الحب الا للحبيب الاولي. بعد شهرين بتلاقيه نايم مع جمهور الفرقه الثانيه، الفرقه المنافسه بتاعتك، عادي جدا. والمشكله ان هو مأكل دول الاونطه ومأكل دول الاونطه، دول فاهمين ان هو ده كان الحب الاول، ودول فاهمين ان الغزاله رايقه والدنيا جميله جدا. وفي الاخر مين اللي كسبان؟ هو كسبان، هو زي الفل، هو مليونير. انتوا عبط وانتوا متخلفين.
او بقى في نوع تاني اللي هو النوع اللي بيحزن، اللي هو ويقعد يعمل كده وبتاع، وهو اصلا ما بيعرفش يلعب كوره، بس هو بيقعد يحزق الحزقتين دول عشان خاطر احنا عندنا، انت مش مهم تكون بتعرف تلعب كوره ولا لا، المهم تكون بتعرف تاكل الجمهور بتاعك الاونطه ولا لا. والله العظيم يا جماعه في لعيبه كوره بتلعب في احسن انديه هنا في مصر، والله العظيم 3 ما بيعرفوا يلعبوا كوره، والله ما بيعرفوش يلعبوا كوره، بس هم بيعرفوا يعملوا ايه، بيعرفوا يحزقوا، بيرفعوا شماروا الشورت لحد الاخر، وبعد كده لما تيجي تتكلم معاهم بقى يقعد يقول لك ده ابن النادي، ده متربي هنا، ده مش عارف كذا، عايز اجدد ب 90 مليون. بس هو ما بيعرفش يلعب كوره، بس هو عارف ياكلك الاونطه انت كجمهور عادي عادي، وانت بتبقى مبسوط اللي هو ايه ده بجد، ده راجل في الملعب بيقعد يعمل ايه يقعد يعمل كده والستوريز بتاعته تحفه جدا. لا لازم يتجدد له طبعا ب 90 مليون، ايه المشكله يعني؟ في برضه ناس تانية مصممه تاكلنا الاونطه كل مره، وهم اولاد الممثلين، كل مره عايز ياكلك الاونطه ان هو موجود هنا في المكان ده عشان خاطر موهبته، مش عشان خاطر باباه الممثل المعروف او مامته او عمته الممثله المعروفه، لا دايما عايز يفهمك ان بقى بطل الفيلم ده في مده اقل من 6 شهور من ظهوره على الشاشه عشان خاطر هو موهوب، مش عشان خاطر هو باباه فلان الفلاني خالص. لا بص يا فنان، بص يا نجم، يا ابن النجم، ما تاكلنيش الاونطه بالله عليك. واضح باين ان انت هنا عشان خاطر بابا عادي، مع انه والله العظيم في ناس موهوبين جدا 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 في الجامعات، في المسارح، حتى على السوشيال ميديا في ناس شاطر قوي، ممثلين شاطرين جدا، لكن هم مش واخدين فرص بسبب ان ابني انا شفته والله كان بيمثل علينا ان هو بيطلع ممثل، فبيجيبوا بقى يطلع يمثل عليكم وياكلكم الاونطه انتوا كمان، ويقول لكم ان هو ممثل وانتوا كده هتحبوه، ما هو ابني ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ في بقى صاحبك اللي بياكلك الاونطه ان هو دايما حاجه مهمه، يعني يقعد يكلمك ان احنا كلنا مشغولين، كلنا مسحولين في الشغل، لا هو مشغول ومسحول وبياخد كورس، وهو خرج من الكورس على العاصمه الاداريه، خلص العاصمه الاداريه راح على شبين الكوم، قعد على الكوم فوق شويه، نزل تحت البركه السبع، السبع خلص مع السبع، راح لكوم حماده، قعد مع حماده شويه، رجع معانا على القهوه، قعد 10 دقايق عشان خاطر هو وقته ضيق جدا ومحتاج يرجع البيت، فانت هتقول له ايه؟ مشغول جدا، مشغول جدا، مهم جدا. او صاحبك اللي مفهمك ان هو مثلا كان في الجيش، هو القاده كلهم والظباط بييجوا يقفوا تمام قدامه، هو كان سيكا، كان عيل سكلي، بس ما حدش شايف، هتعرف منين؟ هو مأكلك الاونطه طول الوقت. في بقى نوع خطير جدا، النوع اللي بيأكلك الاونطه ان هو مبسوط بالحياه اللي هو عايشها، ان هو مبسوط ان هو قاعد، صاحبك اللي بيسكر واللي بيعرف نسوان واللي بيشرب مخدرات، ومفهمك ان الحياه دي حاجه جميله جدا، ودي حياه قميئه جدا، اخرتها سودة واخرتها وحشه قوي يعني. خلي بالك يا صاحبي، خلي بالك، مش كل حاجه بنشوفها بتبقى هي الحقيقه، في ناس دايما عايزاك مستهلك، في ناس دايما عايزاك تدفع، في ناس بتقعد تضحك عليك. حكم عقلك الاول، يعني اقعد في مره كده، اقعد حكم عقلك قبل ما تروح مع اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لك دي. بس يا سيدي، فلو انت موجود على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه، وتعمل لايك وشير لو الحلقه عجبتك. طبعا كان المفروض اقول الكلام ده في الاول، بس انا مش عارف ليه بقوله في الاخر، بس يعني فاهم، انا ببقى معتمد على ان اخواتي فضلوا مكملين معايا يعني لحد دلوقتي، والحلقات بقى وقتها طويل قوي وبقت تاخد وقت في المونتاج، فانا يعني مش عارف ليه بعمل كده. ما تنسوش برضو تعملوا فولو على الانستجرام وتعملوا فولو على التيك توك عشان خاطر الحاجات الصغيره والشورتس اللي موجوده هناك. لو عايزين تسمعوا الحلقه صوت بس تقدروا تسمعوها برضو على انغامي. بس يا جماعه كنت معاكم انا محمود النجار، وده كان هم يضحك، وخلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم، ما تاكلوش الاونطه.